الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله. ضاع الطريق ولست أعرف داري، تاهت خطاي وتشتتت أفكاري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كثير منا هذه الأيام يعتقد أن هجر القرآن الكريم أي عدم قراءته وانقطاع المرء عنه لفترة طويلة، ولكن الحقيقة هناك العديد من صور هجر القرآن الكريم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هجر القرآن أنواع عدة. هجر القرآن هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، وهناك هجر آخر هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به. أما في النوع التالي هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه. أما في النوع الآخر هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم منه. أما في النوع الأخير هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها. وكل هذا داخل في قوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. طريق التوبة. طريق التوبة لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله. طريق التوبة. طريق التوبة ورسول الله معلمنا. سنعود بإذن الله. حصريا جروب خالد النجار للإبداع والمونتاج الصوتي والمرئي على الفيسبوك. تابعوا جديدنا. انتظرونا. عدنا بفضل الله. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. متفق عليه. وعن أبي عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم.
الله الله يا الله. ضاع الطريق ولست أعرف داري، تاهت خطايا وتشتتت أفكاري، أنت الملاذ الباقي